دفع الباب القديم الذي أصدر صريرا مخيفا ودخل. كانت الأرضية تصدر أصواتا تحت وطأة قدميه، والغرف مظلمة وكأنها لم ترى النور منذ سنوات. بدأ مصطفى يتجول بين الغرف ويلتقط الصور لكل شيء يراه. عندما وصل إلى الطابق العلوي شعر ببرودة شديدة وكأن الهواء قد تجمد. في إحدى الغرف وجد صندوقا قديما مغطى بالغبار. فتح الصندوق بحذر ووجد داخله مجموعة من الصور القديمة لعائلة يبدو أنهم عاشوا في هذا البيت. بينما كان يتفحص الصور سمع صوت خطوات تقترب من الغرفة. تجمد في مكانه محاولا سماع الصوت بوضوح. فجأة ظهرت أمامه امرأة عجوز